في بداية حياة الفنانة صباح الفنية اتعرضت لموقف غريب جدا. تعالوا احكي لكم عليه. في يوم خرجت صباح الصبح عشان تتمشى شوية وبالمرة تشتري طلباتها، وهي ماشية فجأة وقفها 2 شباب يسدوا عين الشمس. سألها واحد منهم: انتي صباح؟ فقالت له أيوة. فسألها التاني: وبتمثلي؟ فقالت له أيوة برضو. فطلبوا منها الشابين إنها تيجي معاهم عشان في واحد قاعد في التاكسي عايز يكلمها. طبعا صباح قلقت جدا وقالت لهم: اللي عايزني يجيني، انا ما بروحش لحد. فقالوا لها: معلش ده راجل كبير. وقتها حست صباح بالقلق اكتر، فسابتهم ومشيت. وفجأة لقت حد بينده عليها وبيقول لها: استني يا بنتي. فالتفتت وراها فلقت راجل عجوز وجنبه الاتنين الشباب وبيقول لهم: اسبقوني انتوا مع التاكسي. الراجل اعتذر لصباح وقال لها إنه من بلد أرياف وإن بنته اسمها صباح وهربت من بلدهم عشان تنزل القاهرة وتمثل. وبما إنه ما يعرفش حد في القاهرة، كلف الاتنين الشباب دول عشان يدوروا عليها قبل ما حد من عيلتها يعثر فيها ويقتلها. فسألته صباح: وليه عايزين يقتلوها يا عم الحاج؟ فقال لها: لأنها جابت العار للعيلة كلها، لأن التمثيل وقتها كان عار كبير جدا. حاولت صباح تفهم الراجل إن التمثيل مش عيب ولا حاجة، وإنه لازم يكون واثق من بنته. ومشيت صباح ومشي عم الحاج والجوز شباب اللي معاه. ومرت الأيام وجت الأيام لحد في يوم قرت صباح خبر بيقول إن في بنت شابة اسمها صباح اتقتلت على إيد أبوها وابن خالتها عشان هربت من بيتها ونزلت القاهرة عشان تمثل. ويومها فضلت صباح تعيط وتحمد ربنا لأنها كانت ممكن تروح هي ضحية الالتباس اللي حصل وتبقى مكان صباح اللي اتقتلت. لو كان جوز الرجالة اللي مشي وراها افتكروا إنها المقصودة. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.